الشخصية الدحيحة مفيش واحد مننا ما يعرفهاش، هنتعلمها مع بعض ونعرف مين هو الشخص الدحيح. يلا بينا. بص يا صديق، على مستوى العالم كله هتلاقيه في أي فصل، يعني بتدرس في الابتدائية، في الإعدادية، في الثانوية، في الكلية، في أي حاجة هتقابله. بيتعامل معاك ازاي؟ والله هو بيدخل لك دخله كده، والله انا ما بذاكرش، والله مش عارف، انا مش قادر اذاكر. طب ازاي انت بتعرف تذاكر؟ انا مش قادر اذاكر، مش بعرف اذاكر. ده هو الشخصيه الدحيحه. الشخصيه الدحيحه ده في نهايه العام هتستغرب من اللي هيحصل معاه، وانت ماشي معاه رايح الدرس وانت جاي معاه من الدرس، هيقول لك والله مش عارف اذاكر، والله مش عارف، المذاكره صعبه، مش عارف حاجات كتيره. فهو ده الشخص الدحيح. في نهايه العام هتلاقي انه اسمه اول واحد في القائمه. ازاي؟ ده ما بيذاكرش. لا، هتلاقيه جايب 100% كمان، 100%، ممكن تلاقيه 100% او 99%، وهو هيبقى زعلان على ال 1% ده اللي هو ناقص منه. ده مشكلته في العالم كلها. الشخصيه الدحيحه دي عدوه جدا لك انت اللي عاوز تجتهد وعاوز تذاكر. عدوه ليك ازاي؟ مبدئيا هو بيديك كميه طاقه سلبيه رهيبه، ابعد عنه على طول. هيحبطك، هيجي يقول لك والله انا ما بذاكرش والماده صعبه. يا عم سيبك من المذاكره، بلا كلام فاضي. هو نفسه بيذاكر وانت هتلاقيه في نهايه العام جايب 100%. ابعد عن الدحيح ده، ولو قابلت ناس من النوع ده اكتب لي في التعليقات. السلام عليكم.